وعد مني ليكي من النهارده كل اللي هيدخل عندك هيسألك ايه الريحة الجميلة دي وايه الخلطة الخطيرة اللي انت بتستخدميها وايه المنظف اللي انت بتستعمليه وحاجة كده ببلاش، وهقولك النهارده على وصفات جميلة جدا. بس ما تنسيش تدعميني بلايك جميل منك وشير للفيديو لو عجبك الفيديو، وان شاء الله وصفاتنا كلها تعجبك. النهارده معانا حكاية جميلة وكمان معانا وصفات أجمل وأجمل. ادعميني كده باللايك الجميل والشير الشقي ويلا بينا ندخل على الوصفات. أول فكرة معانا طبعًا الباسكت بتكون في الصيف، في فصل الصيف طبعًا، تيجي تشيلي كيس الباسكت كده من قلبها بتعمل ريحة مش كويسة، وبتضطري كل مرة تغسليه وكل مرة بيضايقِك وحاجات كتيرة. فكرة سهلة وبسيطة جدًا هاقول لِك عليها النهارده تعمليها وتفضل معاكِ الباسكت ريحتها حلوة، تيجي تفتحيها كده عشان تحطي فيها القمامة بتاعتِك بتلاقيها ريحتها كويسة ومش بتعمل ريحة تحت الكيس. معلقة من ملح الطعام العادي بتاعنا الجميل، معلقة من ملح الطعام. لو الباسكت كبيرة حطي معلقة كبيرة، لو باسكت صغيرة تكفيكي معلقة صغيرة عادي جدا. وتنزلي عليها كمان بشوية من الدوني، الدوني بتاعك أو أي معطر أنت بتحبيه، أي حاجة بتحبيها، أي نوع معطر عندك مش هتفرق كتير. وتنزلي كمان بقى بشوية من المعطر ده على الملح بتاع الطعام الجميل اللي احنا حطيناه في أرضية الباسكت تحت الكيس طبعا. كل مرة بتشيلي الكيس بتحاولي تمسحي الملح دوت والمعطر لو الريحة راحت يعني. لو لسه ما راحتش بتغيري الكيس بس وبتحطي كيس نظيف، وبتفضل الباسكت معاكي محتفظة بريحتها الجميلة من تحت الكيس طبعا. وبتقفلي الكيس وبتغيّريه كل فترة، تحطّي شوية من المعاطر صغيّرين وتبدئي تحرّكي الباسكت كده تفضل دايمًا نضيفة وريحتها حلوة، والأفكار دي تنفع دايمًا العرايس الأمارات وكمان البنوتات والستات الأمارات اللي بيحبّوا دايمًا يجدّدوا في بيتهم وينضّفوا. نجيب الكيس كده ونلبّسه طبعًا في الباسكت بتاعتنا الجميلة، وحاولي دايمًا تفضل الباسكت بتاعتِك بالذات خصوصًا بتاعة المطبخ والحمّام، خصوصًا يعني. فكرة حلوة تستاهل اللايك الجميل. يلا بقى ندخل على الأفكار اللي بعد كده، ولو استفدتِ من الفكرة دي يا ريت تدعميني بلايك جميل منِّك وشير للفيديو لو عجبك الفيديو، إن شاء الله أفكارنا كلها تعجبك. هتجيبي معجون الأسنان كده وتحطيه على السكاكين بتاعتِك، أي سكينة عندِك حابة إن أنتِ تسنيها هاتي معجون الأسنان، حطي حتة صغيرة من معجون أي نوع معجون أسنان، هنحط عليه معجون الأسنان كده على السكينة ونبدأ ندهن كده السنون من الجنبين بمعجون الأسنان. بس كده؟ لأ مش بس كده، هتجيبي بقى أي مَج عندِك أو أي طبق صيني عندِك أي حاجة، وتبدئي كده بالراحة جدًا تسني السكينة بطريقة سهلة وبسيطة. ابدئي كده رايحة جاية، رايحة جاية، ما تخافيش الطبق مش هيتكسر ولا كمان المَج لو عندِك مَج صيني برضه ما فيش أي مشكلة مش هيتجرح ولا هيتكسر ولا هيجرى له أي حاجة. ابدئي كده واحدة في واحدة لحد ما تبدأ السكينة بتاعتِك تبقى حامية. كمان أنا بقى قُلت بقى آخُد بقى مع حتّة معجون الأسنان الباقية دي وأمشّيها على جميع طبعًا السكاكين اللي موجودة عندي، ما أنا مش كل سكينة بقى هاجيب لها حتّة معجون، لأ، هنستخدم قطعة المعجون دي لكل السكاكين الموجودة، ونبدأ نسنّها كده ونشوف مع بعض النتيجة. هاورّيكِ النتيجة بعينِك والله، النتيجة بجد أبهرتني، ما كنتش متخيّلة أبدًا معجون الأسنان يساعد إن أنا أسِن السكينة بالطريقة دي، ومعجون الأسنان مش الأسنان بس، ليه تنضيفات وحاجات كتيرة جدًا. النهارده معانا مشكلة ومشكلة غريبة شوية، هاقول لِك عليها دلوقتي، بس اللي بيحب المشاكل مش بيحب المشاكل إن هو يعمل مشاكل، لأ بيحب يسمع بيحاول يستفاد منها ويحاول يستفاد من الأفكار ويستفاد بجد، بجد حطّوا لي اللايك الجميل، ولو لسه ما اشتركتيش يا ريت تنوّريني بالاشتراك القمر اللي زيِّك علشان قناتنا إن شاء الله تكبر بيكم. هنسِن السكاكين بالمنظر ده، باقول لِك الطبق أهو ما بيجرالوش أي حاجة وقدّامِك. هنرجع بقى كده أورّيكِ التجربة بقى السكاكين دي اتسنِّت والّا لأ، شايفة بطاطساية بالراحة جدًا، البطاطساية دي على فكرة كانت مش صغيّرة أوي، وفي ثانية، في ثانية شايفة أهو، لحظة واحدة السكينة والله كانوا السكاكين دي باردة، ما كانتش حامية، بجد سكينة كبيرة وسكينة صغيّرة وجرّبت معاكِ التجربة جميلة وعجبتني، اعتمديها وجرّبيها عندِك وإن شاء الله تعجبِك. نرجع بقى للفكرة الأساسية بتاعة الفيديو وكله مكتوب قدامكم على الشاشة، الخطوات كلها مكتوبة على الشاشة ونشوف على السريع المشكلة بتاعة النهاردة. الإزازة السحرية الجبارة الأول بجد هاحط لِك فيها وصفة خطيرة جدًا، كل اللي يدخل حمامِك يقول لِك مش ممكن
قاعدة الحمام بتاعتِك بتنوّر والحمام ريحته جميلة ومش محتاج أي منظفات ولا تحتاري ولا تختاري أي نوع من المعطرات ولا المنظفات، كل حاجة في الإزازة الجميلة الجبارة دي. الخلطة دي أنا عاملاها من زمان، نُص كوباية كلوريكس، حاولي تجيبي المنتج طبعًا اللي مش مقاطعة، والدوني ده كان عندي برضه عاملاه، هانزل كده بنُص كوباية من الدوني. المشكلة على السريع واحدة بتاخد رأيكم، قُلت لكم يا بنات هاتابع التعليقات، أنا متجوزة بقى لي 8 شهور، وجوزها مش راضي يشتغل، كل ما يروح من الشغل يقعد من الشغل، المشكلة غريبة أوي يا جماعة والله. موضوع الشغل ده يعني إيه، اتكرر كتير أوي الفترة دي. كل ما يقعد من الشغل يقعد يضرب فيها وإهانة وشتايم بألفاظ مش حلوة، ابن أمه خالص بيسمع كلامها، لو قالت له روح يروح، تعالَ تعالَ، اقعد اقعد، نام نام، أي حاجة تحصل بيني وما بينه ينزل يقولها له، يقولها لمامته. وكان لمّا بنتخاصم بقى بيحكي لها على كل التفاصيل، أدق تفاصيل حياتنا، لحد أوضة النوم بيحكي لها على كل حاجة، وتاني يوم باحس إن هي بتقعد تلمّح لي كده وتقعد تقول لي ارحميه شوية، هو أنتِ مش عارفة إيه، وكلمات طبعًا الحموات اللي تضايق وتنرفز، وباحس إن أنا شخصيًا اتهنت من جوايا. باخاصمه كتير وباصالحه بعد فترة أو هو بيصالحني، المهم الموضوع كده إيه، خِصام صُلح، خِصام وصُلح، مش عارفة أتصرّف إزاي. فكّرت آخُد هدومي وآخُد ولادي وأمشي، برضه مش عارفة أتصرّف معاه. آمم المشكلة دلوقتي أنا حامل ومش عارفة أتصرّف إزاي. أعمل إيه؟ أنا خايفة حياتي ما تكملش معاه، أنا حامل شهرين، أنزّل اللي في بطني والّا أسيبه يكمّل والّا أعمل إيه؟ أنا حاسة إن أنا ممكن أتطلّق في أي لحظة، لإنه طبعًا أولًا بتاع ماما، ثانيًا مش بيحب الشغل ولا بيحب إن هو يبقى عنده طموح في الحياة ولا بيحب ياخد خطوة جديدة في حياته، هو عايز يفضل قاعد كده منوّر الدنيا ومنوّرنا وخلاص على كده. أتصرّف معاه إزاي والّا أعمل معاه إيه؟ بالسياسة سايست وبالشدة اتكلّمت. أتصرّف إزاي وأعمل إيه؟ بجد أنا تعبت وما عُنتش عارفة أتصرّف ولا عارفة أعمل أي حاجة في حياتي. أرجوكم اللي مَر بمشكلة زي دي عرّفني أتصرّف إزاي بالضبط، لإني خايفة أفقد حياتي وخايفة أتطلّق وفي نفس الوقت مش عارفة أتصرّف معاه إزاي. يا ريت تردّوا عليها وتكتبوا لها في الكومنتات، لإن بجد المشاكل اللي زي دي كترت أوي اليومين دول. شُفتِ بقى الإزازة اللي إحنا عملناها الخطيرة دي، هتجيبي تفتحي القاعدة بتاعة الحمام من ورا كده، اللي هو السيفون يعني، وتخرّمي الإزازة زي ما أنتِ شُفتِ، وكل ضربة سيفون هتنزل معاها طبعًا هتفضل نضيفة، الكلوركس والحاجات اللي إحنا حطيناها، الدوني هيدّي ريحة جميلة، الكلوركس وبقية المنظفات هينضّف القاعدة أول بأول تفضل منوّرة، مش محتاجة بقى لا تدعكيها ولا تحطّي معطّر ولا دوني ولا أي حاجة تانية، خلاص كده يفضل معاكِ الحمام بتاعِك. لو أنتِ عندِك أطفال صغيّرة وبتتعلّم على التويلت جديد، بجد الوصفة دي هتعجبِك جدًا، جرّبيها وادعي لي واكتبي لي في الكومنتات عملت معاكِ إيه.